إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك نقدم لكم الحلقة الثانية من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التي أصدرها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أفروبوليسي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. إريتريا تتصدر قائمة الدول المتخلفة عن سداد الديون المتراكمة لشركات الطيران بقيمة بلغت 75 مليون دولار. مصرع 20 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولة العبور إلى الشواطئ الأوروبية. والاتحاد الأوروبي يمدد مهمته العسكرية في القرن الإفريقي لمدة عامين آخرين. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. تصدرت إريتريا قائمة الدول المتخلفة عن سداد ديون شركات الطيران المتراكمة وفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي. وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي أبرز الاتحاد أنه بنهاية أكتوبر 2024 على مستوى العالم هنالك ديون متراكمة غير مدفوعة لشركات الطيران بقيمة 1,700 مليون دولار، ويتم تحصيل حوالي مليار دولار من هذا المبلغ من الدول الإفريقية. وتحتل الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا بديون متراكمة مستحقة لشركات الطيران بقيمة 193 مليون دولار، بينما تتصدر الباكستان عالميا بمبلغ 311 مليون دولار. وتتراوح ديون معظم البلدان الإفريقية مجتمعة بين 83 مليون دولار و73 مليون دولار، وغطت 9 دول في المجمل 83% من الديون وفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي، مع قيام بعض الدول بسداد جزء كبير من ديونها بين أبريل وأكتوبر. فالجزائر على سبيل المثال خفضت ديونها من 286 مليون دولار في أبريل إلى 193 مليون دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول، في حين خفضت أثيوبيا ديونها من 149 مليون دولار إلى 43 مليون دولار. وإريتريا التي لديها ديون متراكمة غير مدفوعة بقيمة 75 مليون دولار لشركات الطيران تشبه معظم الدول الإفريقية، ولكن ما يجعل إريتريا فريدة من نوعها هو أنها لم تسدد منذ 8 سنوات، وبهذا المقياس احتلت إريتريا المرتبة الأولى لعدم سداد ديونها المتراكمة لشركات الطيران لسنوات عدة. لقي 20 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر تحطم مركب قبالة مدينة صفاقس في شرق تونس، بينما تم إنقاذ 5 آخرين بحسب ما أفاد الحرس الوطني المشرف على خفر السواحل الأربعاء. وجاء في البيان أنه تم انتشال 20 جثة، وأن البحث ما زال متواصلا بعد إنقاذ 5 مهاجرين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كان جميعهم على متن قارب غرق قبالة اللوزة شمال صفاقس. ووفق ما ذكر بيان الحرس الوطني التونسي، أبحر المركب مساء الثلاثاء من منطقة الشابة الواقعة شمال اللوزة في محافظة صفاقس، وغرق على بعد 25 كيلومترا من السواحل التونسية. ومنذ مطلع العام 2024 سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 إلى 700 وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة أو اختفاء في العام 2023. تجدر الإشارة إلى أن 9 مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم أيضا في 12 من ديسمبر الجاري، بينما فقد 6 آخرون
بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مدد مهمته البحرية في القرن الإفريقي لمدة عامين آخرين، وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا في 16 من ديسمبر الجاري جاء فيه بأن العملية العسكرية التي بدأت في عام 2008 ستستمر حتى عام 2027، وتمتد العملية البحرية للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي والتي يطلق عليها اسم أتلانتا إلى مياه المحيط الهندي الأقرب إلى المنطقة. كما تهدف العملية العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي أيضا إلى كبح هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر. هذا وتزعم المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي أنها قامت بحماية أكثر من 2400 سفينة من الهجمات والاختطاف منذ عام 2009 إلى عام 2024، ومع ذلك تعرضت 139 سفينة للهجوم والاختطاف في المياه، وتم احتجاز 2600 شخص كرهائن. وأعلنت البحرية الأوروبية في أثناء تنفيذ مهامها مصادرة 16,000 كيلوغرام من المخدرات والحشيش في المياه، وسلمت أكثر من 177 قرصانا مشتبها به إلى حكومات المنطقة في إطار الحملة المشتركة مع دول المنطقة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، نقدم لكم فيما يلي الحلقة الثانية من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التي أصدرها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أفروبوليسي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس، على أن نستكمل وإياكم الحلقة الثالثة والأخيرة من الموضوع في الحلقة القادمة بمشيئة الله. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى الحلقة الثانية من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في العقدين الماضيين، والتي قام بها مجموعة من الخبراء في مجال الصراعات والهشاشة ونظام الإنذار المبكر والدراسات الاستراتيجية. وتناولت الدراسة أهمية مجلس السلم والأمن وإنجازاته وكفاءاته والتحديات التي واجهته وما زالت تواجهه، لتخلص بعد ذلك إلى التوصيات السياسية التي يعتقد الباحثون أنها تعزز كفاءته وفعاليته المستقبلية. وترجم هذه الدراسة إلى العربية ونشرها موقع أفروبوليسي التابع للاتحاد الإفريقي في 14 من نوفمبر الماضي. ولتذكير المستمعين والمتابعين، كنا قد تناولنا في الحلقة الأولى التعريف بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومهامه وأهميته، واليوم نستكمل من حيث توقفنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات عند إنجازات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. تقول الدراسة في هذه الجزئية من خلال الإحصائيات بناء على جلسات مجلس السلم والأمن 1213 التي عقدت حتى الآن، يمكن القول إن مجلس السلم والأمن كان نشطا ومنتجا في مشاركته. فمنذ بدايته في عام 2004 تم تسجيل العديد من التطورات الناجحة. وفي سياق منع الصراعات، عزز مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشكل كبير القدرات المؤسسية على المستويين القاري والإقليمي، ويشمل ذلك تشغيل نظام الإنذار المبكر والإنذار المبكر التابع للاتحاد الإفريقي المخصص لتوقع الصراعات ومنعها من خلال جمع البيانات في الوقت المناسب والتحليل والإبلاغ المبكر. وقد سهل هذا إلى حد ما الاستجابة المبكرة من قبل مجلس السلم والأمن. كما لعب مجلس السلم والأمن دورا فعالا في تشغيل لجنة الحكماء والقوى الإفريقية المؤقتة وصندوق السلام، والتي تشكل تروسا حاسمة في الهيكل الإفريقي المشترك. ويمكن النظر إلى تشغيل صندوق السلام، والذي يمكن أن ينسب إلى مجلس السلم والأمن إلى حد كبير، باعتباره معلما نحو تحقيق حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. وبالإضافة إلى تفعيل الهياكل المؤسسية على النحو المبين أعلاه، تمكنت اللجنة من معالجة قضايا ناشئة مثل أمن المناخ والأمن السيبراني والتغييرات غير الدستورية للحكومة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما انخرطت اللجنة بحماس في التعاون مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني في إجراء تقييمات الاحتياجات ذات الأولوية وتطوير مشاريع سريعة الأثر ومشاريع تعزيز السلام في البلدان الناشئة من الصراع بهدف أساسي يتمثل في تجنب الانتكاس إلى الصراع في الأمد القريب. وفي الآونة الأخيرة عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دورته رقم 1211 في 15 من مايو عام 2024، وذلك لمراجعة تنفيذ البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن مادة تلو أخرى، وبرزت توصيات رئيسية بما في ذلك الحاجة إلى معالجة ظاهرة إنكار الدول الأعضاء للصراعات الوشيكة مما يعوق قدرات مجلس السلم والأمن على التدخل، وتقييم القدرات المالية والإدارية للدول الأعضاء للتأهل لعضوية مجلس السلم والأمن، وفرض العقوبات، وإشراك البلدان الخاضعة للعقوبات للعودة إلى النظام الدستوري، وتنفيذ معايير مناسبة لفرض مبدأ التبعية والسماح للمجموعات الاقتصادية الإقليمية بالمشاركة في وضع أجندة مجلس السلم والأمن والمناقشات دون حق التصويت. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الحلقة الثانية من موضوع تقييم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدروس المستفادة خلال 20 عاما من عمر المجلس. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتس راديو. وفي عنوان جانبي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تقول الدراسة التقييمية: في الوقت الذي كان فيه مجلس السلم والأمن فعالا من حيث عقد جلساته واتخاذ قرارات جديدة في بعض الحالات، إلا أنه لم يكن فعالا في متابعة تنفيذ هذه القرارات. واستجابة لانتشار مجموعات الاتحاد الإفريقي غير المتجانسة، كان مجلس السلم والأمن بما يتماشى مع الفقرة زي من المادة 7 من بروتوكول مجلس السلم والأمن فعالا ومتسقا في تعليق العقوبات وتطبيقها. فعلى سبيل المثال، من عام 2019 إلى عام 2023 علق مجلس السلم والأمن عضوية 7 دول أعضاء، وهي السودان في يونيو 2019 وأكتوبر 2021، ومالي في أغسطس 2020، وغينيا في سبتمبر 2021، وبوركينا فاسو في يناير 2022، والنيجر في أغسطس 2023، والجابون أيضا في أغسطس 2023. وعلى الرغم من تعليق العقوبات وتطبيقها، لم يتابع مجلس السلم والأمن استعادة النظام الدستوري في هذه البلدان. كما اتهم مجلس السلم والأمن باتخاذ قرارات انتقائية في حين استشهد بسلطته في معاقبة أو تعليق عضوية بعض البلدان، فقد فشل في بعض الحالات في استدعاء التعليق عندما تبدو الحاجة إلى ذلك واضحة إلى حد ما. ففي عام 2021 فشل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في معاقبة أو تعليق عضوية تشاد لما بدا أنه حكومة غير دستورية. خلال خطابه في الذكرى 20 لمجلس السلم والأمن في دار السلام بتنزانيا، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد أن مجلس السلم والأمن استوعب نفسه في بعض الحالات، إما بفرض تطبيق التعليق عندما وصف التغيير بأنه تغيير غير دستوري للحكومة، أو برفض تطبيق العقوبات عندما تم انتهاء قراراته، خاصة فيما يتعلق بحظر مرتكب التغيير غير الدستوري من الترشح في الانتخابات بعد الفترة الانتقالية. وجميع أولئك الذين لفتوا الانتباه إلى ذلك من المثقفين أو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو القادة الأفارقة عوملوا كمحتجين وأشخاص غاضبين وحسابيين. وقد بلغ التناقض ذروته عندما لاحظنا تعليق عمل مجموعة اقتصادية إقليمية برئاسة دولة عضو من قبل هيئتكم الموقرة بحضور أعضاء مجلس السلم والأمن. إن عدم كفاءة عقوبات أو تعليق مجلس السلم والأمن يتجلى في حقيقة أن العقوبات المفروضة على غينيا وبوركينا فاسو ومالي والسودان على سبيل المثال لم تثني عن تكرار الانقلابات في أماكن أخرى، ولم تمنع الاستيلاء العسكري غير القانوني على السلطة في النيجر في أغسطس 2023 والجابون في أغسطس 2023 أيضا. ومن المناقشة أعلاه
يتضح أن استجابة مجلس السلم والأمن لم تكن فعالة في تحقيق الأهداف المرجوة لأنها تفتقر إلى القوة القسرية. وعلى هذا النحو فإن هذا الضعف الخلقي يجعل الوظيفة التشغيلية للمجلس حلما بعيد المنال. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الحلقة الثانية من موضوع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدروس المستفادة خلال 20 عاما من عمر المجلس. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول التعاون مع الهيئات والأجهزة الأخرى تقول الدراسة التقييمية: تؤكد المادة 12 الفقرة 3 من بروتوكول مجلس السلم والأمن على أهمية التعاون، وتشير المادة إلى أن مجلس السلم والأمن سيتعاون أيضا مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. وقد تم إحراز تقدم على هذه الجبهة، وخاصة في التعاون القوي مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القضايا الإنسانية في مجال منع الصراعات وإدارتها وحلها. كما أدى إنشاء تبادل المعرفة بين الأقاليم بشأن الإنذار المبكر ومنع الصراعات مؤخرا إلى زيادة التعاون وخاصة مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية. لقد بذل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي جهودا لإشراك المجموعات الاقتصادية الإقليمية من خلال الاجتماعات الفنية. ففي أبريل عام 2024 على سبيل المثال عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعه الافتتاحي مع مجلس الوساطة والأمن التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس. كان هذا أول اجتماع بين الجهازين منذ إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. ويكشف الاستعراض النقدي لمشاركة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن بعض القضايا الأساسية. أولا، من الواضح أن ليس كل المجموعات الاقتصادية الإقليمية لديها أجهزة مماثلة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. في الواقع في أحد الاجتماعات أوصى بأن تقوم جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية بإنشاء أجهزة مماثلة لتعزيز التفاعلات والتنسيق، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة المبكرة. ثانيا، في حين تم تطوير أنظمة الإنذار المبكر من قبل الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، إلا أنها ليست كلها تعمل على المستويات المثلى. ثالثا، الأجهزة الأخرى مثل لجنة الحكماء والقوى الإفريقية المؤقتة التي تدعم عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ليست متطورة وتشغيلية بالتساوي في جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية. وقد أعاقت هذه القضايا البنيوية إلى جانب نقاط الضعف المؤسسية التعاون الفعال. وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن المادة 20 من بروتوكول السلام والأمن تنص على التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني، فإن مشاركة مجلس السلم والأمن مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على سبيل المثال كانت مقتصرة على المنتدى السنوي لمنظمات المجتمع المدني. إلى هنا نتوقف مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال 20 عاما من عمره، على أن نستكمل وإياكم ما تبقى من هذه الدراسة في الحلقة القادمة بمشيئة الله. وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى الحلقة الثانية من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التي أصدرها المركز الإفريقي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إريتريا تتصدر قائمة الدول المتخلفة عن سداد الديون المتراكمة لشركات الطيران بقيمة بلغت 75 مليون دولار. مصرع 20 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولة العبور إلى الشواطئ الأوروبية. والاتحاد الأوروبي يمدد مهمته العسكرية في القرن الإفريقي لمدة عامين آخرين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.